يعني يا رب اعطيني، لو ما معكش خلاص مفيش مشكله مش عاوز. ينفع؟ ما ينفعش. هو ينفع اقول الله يوفقك ان شاء الله، او بالتوفيق ان شاء الله، او ربنا يعينك ان شاء الله، وحاجات زي دي كتير الواحد بيشوفها في السوشيال الناس كاتباها. اولا الدعاء لا يقرن بالمشيئه نهائيا، فلا يقال غفر الله ذنبك باذن الله، ولا غفر الله لك ان شاء الله. وده ببساطه لان الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. في حديث عند البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعا احدكم فليعزم في الدعاء ولا يقول اللهم ان شئت فاعطني، فان الله لا مستكره له. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب العبد الملحاح، اللي بيلح في الدعاء وبيدعي بذمه وبضمير وباخلاص. وفي روايه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وعشان كده اللي بيدعي وبيقرن دعاءه بالمشيئة فهو بين أمرين: إما أن يكون غير محتاج لما سأل زي الدعوات اللي بندعيها لبعضنا، فبنكتب في الكومنت أي دعاء والسلام، وإن نجح قشطة أنا عملت اللي عليا وأنا كنت بدعي لك ومش مقصر معاك، وإن حصل حاجة تانية معلش قدر الله وما شاء فعل ومالكش نصيب يا عم. مع انه لو تيقن، هو عارف بس ما عندوش يقين ان في ملك هيرد على الدعاء بتاعه ويقول له ولكن مثل ما دعوت. والله لو عنده اليقين ده والله لتموتوا انفسكم في الدعاء لبعضكم باخلاص بظهر الغيب. والامر الثاني ان يكون المسؤول غير مقتدر على تلبيه السؤال، فيخشى ان يوقعه في الحرج فيقول اعطني كذا ان شئت، يعني يا رب اعطني، لو ما معكش خلاص مفيش مشكله مش عاوز. ينفع؟ ما ينفعش. وكلا الأمرين لا يجوزان في حق الله تبارك وتعالى. قال البيهقي في فضل الدعاء: ومنها أن يكون دعاءه سؤالا بالحقيقة لا اختبارا لربه جل ثناؤه، ومنها أن يعزم المسألة يعني يلح ويدعي من قلبه بإخلاص. وجاء في تفسير القرطبي قال علماؤنا: فليعزم صاحب المسألة، دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء ويلح. أخذت بالك من كلمة فليعزم؟ جاية من العزم اللي هو القوة والشدة. إذن فالخلاصة عندما ندعي الله تبارك وتعالى لبعضنا ندعي بيقين وبإخلاص، ولا نكتب إن شاء الله بل نلح في الدعاء. والأفضل أن نكتب اللهم اغفر لي اللهم أمين، اللهم اغفر له اللهم أمين، اللهم وفقه اللهم أمين. أمن على الدعاء لعل دعائك يوافق تأمين الملك فيغفر الله ويتقبل. إذن فالأفضل ألا نكتب إن شاء الله. إذا كتبنا في الدعاء نكتب اللهم اغفر له، اللهم نجيه، اللهم وفقه، اللهم بارك له، اللهم اسعده، اللهم استره. مفيش كلمة إن شاء الله. الدعاء إلحاح، حيث أن الدعاء يرد القدر. وكذلك أيضا دعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هذا لا يجوز، بل نسأل الله تبارك وتعالى اللطف. هتستنى لما القضاء ينزل عليك وبعدين تقول يا رب الطف بيا؟ ادعو الله أن يصرفه عنك. هتستنى لما تحصل لك لا قدر الله أي مصيبة وتقول يا رب لطف عليا في المصيبة؟ ادعو الله أن يبعد عنك أي أذى وشر. فدعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه هذا ليس بدعاء بل مكروه ولا يجوز، فيجب الانتهاء عنه. عارفين بالمناسبة عارفين إيه هو العزم؟ وعارفين مين هم رسل أولي العزم وكم عددهم؟ اتفضل قولي. زكريا النبي مش رسول. اتفضلي يا حاج، اتفضلي انت يا محمد قولي. على مهلك على مهلك، ما توتروهاش يا جماعه. نسيتي؟ طب معلش، اتفضلي اقعدي يا حاج، اما تفتكري هتقومي تاني. اتفضلي يا زهره قولي. برافو عليك. محمد صلى الله عليه وسلم 2 بس يا ضلع. يوسف نبي مش رسول يا ضلع ومش من اولي العزم. اسكت كملي يا زهره. برافو عليك. والإجابة اللي قالتها زهرة إن شاء الله هنعرفها الفيديو الجاي اللي هيكون بعنوان معنى كلمة العزم، ومن هم رسل أولي العزم وكم عددهم. ولو حضرتك عارف من دلوقتي اكتب لنا في الكومنتات، خلينا نعرف إنك مميز وشاطر. وبس كده. السلام عليكم.